بسم الله الرحمن الرحيم. متابعي ومشاهدي المصرية من كل مكان، أهلا بكم في فيديو جديد بخصوص تسمين الخرفان من الألف للياء. النهاردة إن شاء الله عشان ما أطولش عليك هكلمك على كل حاجة بالتفاصيل بخصوص تسمين الغنم من أول يوم لآخر يوم لحد ما تيجي تبيع. أنت راجل عايز تشتغل في تسمين الغنم، أول خطوة لازم تعملها هي اختيارك للخروف بتاعك. ازاي اجيب الخروف اللي انا هسمنه، وايه الخروف اللي ينفع وايه الخروف اللي ما ينفعش. تمام؟ يعني انت عايز تسمن غنم، المفروض تجيب الخروف شبعان لبن، مواصفات كويسة، الصدر بتاعه عريض، الاربع رجول بتاعه تخان مفرودين متوازيين في المشي، اللي هي بيضاوي صغيرة ماشية مع جسمه. ظهر الخروف تحط ايدك في ظهر الخروف يكون عريض مليان لحم، يعني الظهر بتاعه مجوز. ده الخروف اللي بنسميه خروف ساقو، خروف شبعان لبن. الخروف ده ان شاء الله هيديك مناعة وتحويل 100%، لا يقل عن 200 جرام يوميا. دي اول نقطة. تاني نقطة، تكون الغنم قريبة من بعضها، يعني ما تروحش تجيب خروف عمر شهرين وتوقفه تسمنه مع خروف 6 شهور او 7 شهور. تمام؟ الكلام ده كله بيعمل اثار جانبية والغنم واقفة على المعلب بتاكل. الكبير في الحجم والكبير في العمر بيزق الخروف الصغير وبيجور عليه في الاكل بتاعه. يبقى عشان كده لازم تكون الغنم قريبة من بعضها، على الأقل خالص بين كل خروف والتاني شهر. يعني لو جبت عمر 4 شهور مع 5 شهور مبلوعة، ولكن ما تجيبش عمر 3 شهور مع 6 شهور 7 شهور، يبقى الفرق شاسع والفرق كبير. تمام؟ فالخروف القوي والشديد في الحجم والعمر بياكل حق صاحبه من الآخر، فبتيجي في نهاية الدورة بتلاقي غنم مصهودة وغنم شبعانة. فيفضل تجيب الغنم قريبة من بعضها في الجسم والعمر. دي تاني نقطة. تالت نقطة، يفضل يكون النوع في الجنس، يفضل يكون النوع ياكل لك بكرة ياكل لك نتي. يعني لو انت هتسمن غنم، من المستحب في مشروع تسمين الغنم يا اما تجيب الغنم اللي موجودة كلها في العنبر بتاعك خرفان ذكور، يا اما تجيب الغنم كلها نتي. تمام؟ عشان التوحد في الجنس بيفرق معاك برضك في التربية وفي الاكل وفي التحويل. في ناس بتحب تسمن النتي وفي ناس بتحب تسمن الذكورة، ولكن من السيء انك تجيب شوية ذكورة مع شوية نتي، هيبقى التسمين معاك فيه بهدلة وقرف. ماشي؟ والغنم مع كبر حجمها وعمرها ومع العلف المركز بتلاقي الخرفان الذكور مشغولة بالنتي والنتي مشغولة بالذكورة، وانت اتجاه التسمين عايز تحول لحم وعايز توزن وعايز تكسب. يبقى التوحد في الجنس مطلوب، يا اما تجيب كلك ذكورة يا اما تجيب كلك نتي ان شاء الله. ده بالنسبة لو انت عايز تسمن غنم. رابع حاجة ان شاء الله شراء الخروف. شراء الخروف من مصدر موثوق منه، يا تجيب الغنم من مزرعة، يا تجيب الغنم من واحد معرفة، يا تجيب الغنم من تاجر صادق امين انت عارفه كويس وعارف ان حاجته كويسة، يا اما تروح تجيب الغنم من السوق، ويفضل يكون معاك واحد خبرة في المجال عشان محدش يضحك عليك. خامس حاجة طريقة النقل. انت اشتريت واخترت الغنم بتاعتك ودفعت فلوسك، طريقة النقل تكون صحيحة وتكون كويسة. المفروض تجهز عربية بجناب، تكون الجناب عالية عشان لو مشوارك طويل او قريب تقلل من حدوث او من وصول التيار الهوائي للغنم طول السكة او طول النقل بتاعك. يعني يفضل تجيب عربية بجناب افضل لك. تمام؟ وانت بتشيل الغنم تحملها او بتنزل الغنم ما ينفعش نهائي تشيل الغنم من الصوف.
لان في ناس، وانا ساعات بشوف ناس في السوق او لما حد بيجي يشتري مني بيمسك كده الخروف من الصوف بتاعه ويشيله يحطه في العربية. لا، ده غلط، غلط 100%. انت كده بتعمل نزيف داخلي تحت الجلد. ما هو انت لما بتيجي تشيل الخروف من الصوف بتاعه فبتشد الصوف بتاعه، فالجلد بيطرقع تحت ايدك وانت مش واخد بالك. انت كده بتعمل نزيف داخلي تحت الجلد. مع الوقت هيبان، ومع الوقت هيأثر مع الحالة اللي انت شلتها غلط. انت اشتريت وحملت ومشيت، اول ما توصل المزرعة بتاعتك تكون مجهز دواء الاستقبال، الدراكسين والفناديل. هتدي لكل حالة سنتي دراكسين لكل 40 كيلو حي من الوزن، صح كده؟ تمام. لو الخروف 20 كيلو هتديله سنتي تحت الجلد. لو 40 كيلو هتديله، لو الخروف 20 كيلو هتديله نص سنتي تحت الجلد. ولو 40 كيلو 30 كيلو هتديله سنتي تحت الجلد. تمام، مرة واحدة، زائد 2 سنتي فنادين عضل. ده بنسميه تحصين او دواء الاستقبال. اي حاجة جاية من بره عن طريق النقل، مسافة طويلة مسافة قصيرة، المفروض تدي دراكسين وفنادين. الدواء ده او المنتج ده بيديك وقاية وعلاج طول ال6 شهور او طول فترة التسمين بتاعة الغنم. والاكل اول ما الغنم تخش ما تحطش مية نهائي لمدة 24 ساعة، وبعد 24 ساعة بتنزل بالمية. وبتتنك اول ما الغنم ما توصل عندك بتأكل دريس وتبن من غير علف مركز لمدة 48 ساعة، وبعد ال 48 ساعة بتبدأ تأكل علف مركز على تبن 2.5% من الوزن الحي بتاع الخروف. يعني لو الخروف 20 كيلو بتضرب 20 في 2.5 وبتقسم على 100، الناتج اللي بيطلع هو ده مقدار العلف المركز بتاع الحالة اللي عندك، وتقسمها على مرتين يعني وجبتين. تمام. وتبدأ تزود له العلف بالتدريج. يعني لو الخروف حقه كيلو في اليوم بتبدأ تحط له ربع كيلو، وتاني يوم بتزود 50 جرام 100 جرام 50 جرام 100 جرام لحد ما الخروف ياخد ويتعود على العلف، عشان ما يحصلش معاك اسهالات ولكمة. تمام. واهم شيء يفضل يكون الوجبات بتاعتك على وجبتين. يفضل يكون الوجبات بتاعتك على وجبتين، صباحا ومساء. يعني بلاش التغذية المفتوحة، لان المفتوحة مشاكلها واعراضها كتير. افضل حاجة تأكل وجبة صباحا وجبة مساء. يعني لو الخروف هياكل كيلو في اليوم يبقى نص كيلو علف مركز صباحا على كيلو تبن طول النهار. وهتيجي في علفة الليل نص كيلو علف مركز على كيلو تبن طول الليل. وطبعا المية باستمرار، وتضيف على المية اول اسبوع، اول ما الغنم تخش عندك لحد ما تتم اسبوع عندك تضيف فيتامينات على المية. في فيتامينات تشتريها وبتضيفها على المية. الفيتامينات ديت في منها بودرة وفي منها سائل. بتضيف 2 سم على كل لتر او بتضيف 5 سم على كل لتر على حسب الجرعة المكتوبة على العبوة. تمام. وتالت يوم بتدي اوفوماكس سوبر اردني ويكرر بعد 20 يوم. تمام. وسابع يوم بتدي شربة الليفا فلوك او البندازول وتكررها بعد 21 يوم او 20 يوم. تمام. وبعد ما الغنم تتم اسبوعين عندك بتحصن كوفاكسين 8. في حاجة اسمها كوفاكسين 8 يعني 8 امراض شاملة كده، مجموعة امراض انت بتحصن الخروف بيها بإبرة واحدة. وان شاء الله دورة تسمينك 150 يوم 5 شهور على حسب الخروف او الوزن اللي داخل بيه. ومن الافضل توزن الخروف كل شهر عشان تعرف الخروف اللي بيحول. تمام. عشان الخروف اللي هو سيء في التحويل تستبعده، تخلص منه وتبيعه آنية وتشتري خروف افضل منه، عشان تعبك واكلك وشربك ما يروحش على الارض.